والله يا استاذ احمد، انا ماني عارف ايش اقول لك. انت صراحة كذا اكرمتنا كرم الله يعلم به. والله عايزين عن الشكر وعايزين عن الحفاوة اللي حصلناها منك ومن سعادتك. صراحة اكرمتنا وما قصرت معنا، الله يجزاك بالخير. الله يسلمك، يحفظ لك اولادك ان شاء الله. وبالنسبة للفندق والغرفة حقت الفندق، اختيار كان موفق جدا منك. يعني الجلسة اللي كانت على المطل على النيل مع المسبح كان لها جو ثاني والله. فعلا كلامك صحيح 100%. جربت الشيء ده كل يوم وشفت يعني صارت جلسة أساسية مع الشروق مع الغروب على الإطلالة الرهيبة هذه. الله يجزاك خير. شكرا يا أحمد، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. اخويا استاذ احمد عزت، مساك الله بالخير. كيف حالك؟ طيب حبيبي، حنا ماشيين على المطار. اي حاجة، اي خدمة من مكة خدامينك ان شاء الله. شكرا على وقفك، وشكرا على سؤالك، وشكرا على اهتمامك. الله يعطيك العافية. تكفى اذا جيت لا تنسانا، على قولهم افتكرنا ان شاء الله. نتقابل معاك في مكة ان شاء الله. شكرا صراحة، ما قصرت. رحم الله والديك، ربي يحفظك ويحفظ لك اولادك ان شاء الله. مع السلامة. بالغ في حسن ظنك بالله لتنال كل ما تتمناه. اهلا ومرحبا بكم من قناة فنادق مصر. احمد عزت.